اتحاد نجوم البحيرة والغربية. في حراسة المرمى محمود حسين، أحمد شعبان ومصطفى عبد اللطيف. في خط الدفاع الأسطورة والمايسترو عيد رمضان. في وسط الملعب أحمد السيد، وفي الهجوم السيد إبراهيم لاعب نادي طنطا يا سادة. بصافرة تحكيمية للصاعد الواعد الكابتن نبيل محمد. كورة أولى بصافرة أولى، هنستمتع مع بعض، هنشوف لقاء ناري، هنشوف لقاء كروي من نار ما بين أصدقاء اتحاد نجوم البحيرة والغربية وفريق الوطن يا سادة اللي هنستمتع بيه، واكيد هيكون ليه كل الدعم والتوفيق من اهله وشبابه، مش بس النهارده ده على مدار البطولة، على مدار مشوار البطولة. ادي كورة من اسلام باتجاه عماد، اسلام سلكة بيغير الملعب، الثنائي المتفاهم اسلام عماد واسلام دونك يا سادة. ادي كورة على طول من خط الدفاع احمد شعبان عيد رمضان مايسترو وسط الملعب، واحد من اسطوات وسط الملعب، لاعب كبير عنده مهارات كبيره، صانع العاب، بلاي ميكر على اكمل وجه، ايضا اللي بنبارك له على الصعود لدوري الدرجه الثالثه مع نادي شبرخيت. عيد رمضان ابن مركز شباب جعيف. سلامات لاسلام دومونيك. زي ما قلت لحضراتكم عندنا النهارده اتنين عندهم تفاهم وانسجام واضح في خط هجوم فريق العترة، اسلام دومونيك واسلام عماد سلكة ابن الظهرية. قلت لكم عندنا كوكتيل نجوم النهارده في الفرقتين من العترة وفي اتحاد نجوم البحيرة والغربية. ادي اسلام محمد يا ولد واحدة بوجه القدم، ولكن احمد شعبان الدكتور بيحط رجله في الوقت المناسب. كرة بتماس احمد شعبان. المباراه بتدينا بوادر انها هتكون مباراه قويه فنيا بدنيا، ولكن نتمناها قويه اخلاقيا داخل ارضيه الملعب. عيد رمضان يا عيني على الاستلام ويا عيني على الوقوف على الكوره، بيحط كده وبيرفع عينه، مش بيحط الكوره في اي مكان، مش بيحط الثرو باص لاي حد، كوره بوجه القدم يا عيني. قلت لكم هتستمتعوا النهارده على الجون ما بين الفرقتين، وبالاخص لعيبه الكوره صناع اللعب هنا وهناك. عيد رمضان واسلام عماد سلكه، عندنا اثنين في الكوره عندهم نظره، عندهم كوره حلوه، اثنين كده بلغه كره القدم الشعبيه كويره كوره، عندهم من المهاره، عندهم من النظره ان يحطك وجها لوجه مع المرمى في اي مكان. اما على مستوى خط الدفاع عندنا مصطفى عبد اللطيف والدكتور، اثنين الدفاعات تحب تتفرج عليهم. مش شرط يكون المدافع النهارده في كرة القدم الحديثة، مش شرط يكون المدافع قوي بدنيا عنده بنيان قوي، ولكن شرط انه يكون بيلعب كورة حلوة، بيطلع كورة من تحت، بيصنع كورة زيه زي الرقم 10، اللاعب رقم 10 صانع اللعب في وسط الملعب. النهارده كل لاعب داخل الملعب كل مركز ليه مهام هجوميه، ليه مهام دفاعيه، حتى حارس المرمى. ادي تصويبه من مصطفى عبد اللطيف. قلت لكم زي لسه بقول لحضراتكم كل لاعب ليه مهام دفاعيه ومهام هجوميه. شفنا مصطفى عبد اللطيف بيحط الكوره، ولكن بلال عزوز مصطفى عبد اللطيف يحط الكوره هناك عن احمد السيد، يرجع للدكتور احمد شعبان. عيد رمضان تدوير للكوره ما بين اقدام لاعبي فريق اتحاد نجوم البحيره والغربيه. مصطفى عبد اللطيف يرجع مع حارس مرماه محمود حسين للدكتور تمريره استرجاع واستقطاع. ودي تلقط بنزل اسلام عماد، لمح كده حارس المرمى متقدم، كان عايز يحطها بليسنج من فوق الحارس كده، ولكن الكوره ما خدمتوش. ادي كوره في العمق تغطيه من دفاعات فريق العتلة، تتلعب سريعة. احمد شعبان التصويبة، ولكن خط الدفاع لفريق العتلة في الوقت المناسب على طول اسلام دومينيك بيحط كورة، ولكن ما ربطش معاه اسلام عماد سلكة. زي ما قلت لكم ثنائي متفاهم، ثنائي عنده انسجام وتفاهم كبير. عيد رمضان بيرجع لاحمد شعبان، الدكتور بيحط كورة، مصطفى عبد اللطيف على الجبهه اليسرى، هيعمل ايه مصطفى؟ منه العيد رمضان. قلت لكم
الكبير عيد رمضان صانع اللعب لفريق اتحاد نجوم البحيرة والغربية. تدوير الكرة، يحط الكرة ما بين اي ثغرة دفاعية ما بين دفاعات فريق العتلة. على طول اسلام دومينيك بينطلق وبيضغط وده التصويب. مش ممكن، قلت لكم عنده قوة بدنية، عنده سرعة، عنده مهارة اسلام دومينيك، ولكن الكرة ما خدمتوش وبتصطدم بالقائم اليمين لصالح حارس المرمى محمود حسين. والاخير رمي التماس لصالح نجوم اتحاد البحيرة والغربية. اسلام واحد من المهاجمين الشرسين اللي بيضغط بقوة وبسرعة. يد التصويبة مش ممكن على إضاعة الفرص من فريق القطعة. ضغط بصورة ممتازة أسامة محمد، ولكن إسلام دومينيك بيحط الكورة خارج الملعب وبيعتذر كده لزمايله. عنده تسرع، عنده تسرع في الكورة الأخيرة، ولكن ضغط من فريق العتلة. عندنا اثنين أشقاء داخل أرضية الملعب، اسلام محمد وسام محمد. كان عندنا برضه تشكيلة فريقكم محلكم مهنا وذكرنا بيها بقى الكابتن حماده جمال درويش، مصطفى عبد اللطيف اللي معاه الكوره اللي في ارضيه الملعب، وطبعا الاسطوره الاخ الاكبر ليه حماده عبد اللطيف، واحد من امهر اللاعبين اللي شفتهم في تاريخ مركز كفر الزيات. مش عايز ابالغ واقول في محافظه الغربيه ابن مركز شباب كل مهنا الثنائيات وكرة القدم. شفنا فيها الكتير والكتير. مش ممكن على الكورة، كورة بلياردو، كورة بندا بتعمل لغط كبير وبتعمل غير انسجام ما بين دفاعات فريق القدوة. والهدف الاول لصالح فريق اتحاد نجوم البحيرة بكورة بتغالط الدفاعات، بتغالط اسلام وبتغالط حارس المرمى بلال عزوز. والهدف الاول عكس سير اللقاء، عكس سير المباراه. ضغط من فريق القطعه، وصل بكوره واثنين عن طريق دومينيك السريع المكير. يا ولد على التسويبه، ولا عنده شخصيه، ولا عنده قوه، ولا عنده مهاره. بيروح لوحده قلبه كامل بسرعته بمهارته بقوته، ولكن الكوره حتى الان مش مساعده. وادي اسامه يا عيني على الضغط ويا عيني على الكوره ويا عيني على التعادل. تستاهل يا ابني، ضغط عالي جدا جدا ومش اول مره يعملها اسامه محمد. دقيقتين ثلاثة ولكن الكورة ما خدمتوش وبتخدمه المرة دي. وهدف التعادل لصالح فريق القطعة عن طريق أسامة محمد. قلت لكم مستحوذ القطعة، مسيطر القطعة، بيوصل للمرمى، ولكن الحظ وحارس المرمى وأيضا القائم اليمين كان ليه نصيب إنه يقف في وش فريق ولاعبي القطعة. ولكن الكورة بتنصف أسامة، وادي صافرة بخطأ من حكم اللقاء كابتن نبيل محمد. نشوف القرار ايه. ركلة حرة مباشرة لصالح فريق نجوم هنا في دكة الاحتياط لفريق العتلة. عبد الله توفيق، يحيى شاكر القادم بسرعة الصاروخ، طبعا احمد فهيم. هنا ثلاثة في جعبة الكابتن عبد الهادي عرايس دكة الاحتياط لصالح فريق العتلة. ركلة حرة مباشرة على التنفيذ عيد رمضان. هنشوف الفكرة ايه، التنفيذ ايه. عيد رمضان هل هيصوب؟ وده التصويبة مش ممكن على الفكرة والخداع. بيتقدم حارس المرمى بيحطها له عيد رمضان، ولكن التصويبة بتقابل بلوك دفاعي من دفاعات فريق العتلة، ولكن حذاري من المرتدات على مرمى فريق اتحاد نجوم البحيرة والغربية. سرعات اسلام دومينيك ومهارات اسلام عماد وتصويبات اسلام محمد وقوة اسامة، ولكن الكورة في الاخير الى ركلة مرمى بتتلعب سريعة. احمد شعبان ودي الروح الرياضية ما بين الدكتور واسامة. اسلام عنده روح، عنده قوة في الملعب، لاعب حماسي تحب تتفرج عليه. اذا كان اسلام ولا اسامة مش ممكن على الكورة، مش ممكن يا السيد ابراهيم بيحط كورة، ولكن بتمر سلامات على مرمى الحارس بلال عسوس. ادي اسلام عماد بيستلم كورة ما بين اثنين
لقطة عنترية لصالح اسلام عماد سلكة، ولكن الدكتور ومصطفى عبد اللطيف 2-1. الكثرة تغلب الشجاعة يا سيد يا ابراهيم. واحد من اللعيبة المهارية لاعب نادي طنطا يا سادة، وادي التصويبة مش ممكن. قلت لكم مخادع خطير، لعيب عنده مهارة كبيرة، لعيب عنده امكانيات كبيرة السيد ابراهيم، ولكن الكورة في الاخير بركلة مرمى. مستمتعين باللقاء، في مهارة، في قوة، في ايضا روح رياضيه اللي قلناها قبل اللقاء واللي شفناها داخل ارضيه الملعب ما بين ما بين اسامه محمد وما بين الدكتور اسامه اللي بيعمل الضغط العالي من وسط الملعب. اسلام والصراع، اسامه والتصويبه مش ممكن مش ممكن، وادي الكوره، ولكن على طول الدكتور ما زالت الكوره وما زالت التصويبات وما زالت البلوكات الدفاعيه، واللقاء مشتعل، اللقاء مستمتعين بيه، مش عايزين اللقاء يخلص يا كابتن يا نبيل يا محمد. وادي جلال عزوز بيخرج من مرماه في الوقت المناسب، ولكن التشتيت من محمد نبيل. ادي مصطفى بيستلم وبيمرر، ولكن كوره بتماس سلامات لصالح اسامه محمد. خلاص عدى تقريبا ازيد من 12-13 دقيقه على الشوط الاول، دقيقتين 3 على انتهاء الوقت الاصلي، وهنشوف الكابتن نبيل محمد هيدينا قد ايه وقت بديل عن الضايع للشوط الاول الممتع ما بين الكابتن اسامه محمد والدكتور احمد شعبان. هي دي الروح، هي دي الروح يا عدي، هي دي الكوره يا عدي. اتفرج واستمتع واتعلم. عايزين نشوفك رياضي كبير، عايزين نشوفك ممارس للرياضه. هنرجع للقاء، كوره تماس باتجاه اسلام دومينيك، ولكن معاه في كل حته مش سايبه. الدكتور عارف امكانياته، سريع قوي، عنده من الامكانيات اللي توصله للمرمى. ادي اسلام بيستلم، ولكن خطيره، وادي التصويبه مش ممكن مش ممكن. قلت لكم لعيب خطير، مهاجم قوي شرس، بيعرف يستلم تحت ضغط، بيلف ويدور. وادي تصويبه، ولكن حارس المرمى حتى الان هو المنقذ لتشكيله نجوم اتحاد البحيره. ركله مرمى لصالح نجوم اتحاد البحيره عيد رمضان اللي اختفى كده في اخر دقيقتين 3 للشوط الاول. شفناه عنده بسطين 3 في اول اللقاء، ولكن هل من ضغط اللقاء درجه الحراره كتر خير اللعيبه، درجه حراره قويه، ولكن زي ما عودونا كل اللعيبه اللي بتحضر وكل الفرق اللي بتحضر لارضيه ملعب العتبه بتقدم لنا متعه كرويه. ليه لا؟ اجواء جماهيريه يا عيني يا سيد يا ابراهيم يا لعيب يا كبير. بص التحرك وبص على الباص من اللاعب احمد السيد، ولكن التحرك من السيد ابراهيم لمحه كده بعينه احمد السيد وهو بيقطع من ورا محمد نبيل ومن ورا اسلام محمد، وبيخطف الاثنين المدافعين وبيصوب الكوره في وجه القدم. شومه في وسط الملعب، في وسط المرمى عفوا، ما يقدرش عليها بلال عزوز. والهدف الثاني لصالح نجوم اتحاد البحيره والغربيه، هدف التقدم قبل انتهاء الشوط الاول. 2 اتحاد نجوم البحيره والغربيه، 1 فريق العتبه. هنشوف ردة الفعل هل هتبقى سريعة على تسجيل الهدف الثاني لفريق العتبة زي ما شفنا العودة السريعة بعد استقبال الهدف الأول. خلينا نشوف، خلينا نتابع. الدكتور بيحط كورة لعيد رمضان، السيد إبراهيم، السيد المهاري الخطير المميز على التصويبات، المصمم على التصويبات، السيد ابراهيم خطير، ولكن بلال عزوز بيحط ايده وبيحط قفازه وبيتصدى للتصويبه الثالثه من السيد ابراهيم. كوره كانت قويه، شومه من السيد ابراهيم، ولكن بلال عزوز هيتجنن، بيزعق لزمايله مش عارف السيد ابراهيم يصوب. ودقيقتين كوقت بديل عن الضايع بيشيل عنهم حكم اللقاء الكابتن نبيل محمد. تماس
لصالح فريق العتبة. اسلام عماد هيعمل ايه؟ خلاص متأخرين بهدف، عايزين يسجلوا هدف التعادل قبل انتهاء الشوط الاول، ولكن هل هيسمح بده لاعبي فريق نجوم اتحاد البحيرة والغربية تحت قيادة طبعا الكوتش حمادة جمال درويش اللي هادي كده وشايفينه منذ انطلاق المباراة وهو على مقاعد البدلاء حتى بعد استقبال الهدف الاول، عنده ثقة في لاعبته، عنده ثقة في امكانياته، على طول الدكتور بيستلم. هنشوف الثالث ويرتاح الكابتن حمادة قبل انتهاء الشوط الاول. السيد ابراهيم اللي واخد الجناح الشمال باسمه وادي التصويبة، ولكن بفعله القائم السيد ابراهيم الجناح الشمال لنجوم اتحاد البحيرة والغربية سجل الهدف الثاني. اسلام عماد بيحط كوره لأسامة محمد، واحد من انشط اللعيبه في فريق العتبة في الشوط الاول، ضغط في كورتين، واحده تصدى لها حارس المرمى والثانيه غلط فيها الدفاع وسجل هدف التعادل. أسامة محمد. ادي كوره لدومينيك، خلاص الثواني الاخيره من الوقت البديل عن الضايع للشوط الاول. اسلام هل تكون الكره الاخيره؟ دومينيك يا عيني على الفدائيه ويا عيني على اللقطه العنتريه، ولكن مصطفى عبد اللطيف أسامة محمد وادي التصويبة، ادي التصويبة، مصمم أسامة على التصويبات، مصمم أسامة على الضغط على دفاعاته، وادي أسامة وادي اسلام، والتصويبات ما زالت متتالية على مرمى الحارس محمود حسين. ادي المرتدة احمد حسين، ادي الكرة بينية خطيرة خطيرة، ولكن ما قطعش بسرعة السيد ابراهيم على تمريرة احمد السيد. وفي الاخير بلال السوس يحط كورة بتتلعب سريعة وكارت أصفر لصالح أحمد شعبان. كورة في وسط الملعب لصالح فريق العتبة. على التنفيذ إسلام عماد سلكة، هنشوف هيلعبها ازاي. كورة بتتهيأ لمحمد نبيل بيصوب وخلاص. حكم اللقاء اعتقد الكرة الاخيرة الثواني الاخيرة الدقيقتين انتهوا، الدقيقتين عدوا، ولكن هينتظر الكرة الاخيرة لصالح نجوم اتحاد البحيرة والغربية. ادي مصطفى عبد اللطيف طبعا للبطولة بقيادة الكابتن بابو عسل ابن مركز شباب مستناد. دائما ما تلقوه، دائما ما تنتظروه، دائما بندور على بابو واحبابه. الصورة وجمالها، الكورة وحلاوتها بتحلى اكتر واكتر مع الكابتن بابو عسل. تجدوه دائما على صفحات التواصل الاجتماعي باسم بابو واحبابه. بابو عسل دائما تجدوه على صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك انستجرام وتويتر ويوتيوب. بابو عسل تجدوه دائما في كل المحافل الرياضية، في كل المحافل الكروية. دائما ما تكون البطولات والمحافل ناجحة دائما سببها الرئيسي واللجنة الإعلامية واحدة من أسباب نجاح البطولات، بجانب أيضا لجنة التنظيم وأهل وشباب البلد المنظم. كل الشكر والتقدير لكل من يسعى لنجاح البطولات ونجاح المحافل الكروية. ونرجع تاني مع حضراتكم للشوط الثاني والمباراة من تاني 2-1 لصالح نجوم اتحاد البحيرة والغربية عن طريق السيد ابراهيم وعن طريق احمد السيد. 2 لصالح نجوم اتحاد البحيرة والغربية، هدف عن طريق أسامة محمد. يا ترى ايه التوجيهات، يا ترى ايه التعليمات اللي ادى بيها الكابتن عبد الهادي عرايس بلاعبيه لاعبي فريق العتبة والكابتن حمادة جمال درويش بلاعبي نجوم اتحاد البحيرة والغربية؟ خلينا نشوف، خلينا نتابع مين تعليماته هتتنفذ، مين تعليماته مش هتقدر تنفذها لاعبته، علشان الفريق المقابل الفريق المنافس ضاغط وبينفذ اسرع، عنده استيعاب للتعليمات اكتر واكتر. خلينا نشوف، خلينا نتابع. نتمنى الشوط الثاني اقوى فنيا، اقوى بدنيا، واقوى اخلاقيا.
تكتيكيا ورياضيا. محمود حسين لصالح فريق نجوم اتحاد البحيرة. زي ما قلنا لكم مفيش اي تعديلات، مفيش اي توجيهات على تشكيلة الفريقين الا بتغيير وحيد على تشكيلة فريق العتبة. خروج اسامة محمد واحد من انشط اللعيبة في الشوط الاول لفريق العتبة، ونزول واحد من نجوم المستقبل اليساري الناري يحيى شاكر، واحد من امهر اللعيبه، عنده مهاره كبيره، مستقبل كره القدم في العتبه متمثل في يحيى شاكر. ادفع به الكابتن عبد الهادي عرايس ضخ دماء جديده في تشكيله هجوم فريق العتبه للعوده في اللقاء وسط ارضه وسط جمهوره، عايز يرجع في اللقاء. ادي يحيى شاكر يضغط عليه مصطفى عبد اللطيف. السيد ابراهيم قلت لكم مهاري، قلت لكم خطير. اسلام محمد نبيل محمد على طول. السيد ابراهيم في الكوره لصالح فريق نجوم اتحاد البحيره والغربيه على غرار الشوط الاول لفريق العتقه، كان بيضرب من قدام على دفاعات فريق هجوم اتحاد البحيره والغربيه، بينفذ نفس التعليمات هجوم فريق اتحاد الغربيه والبحيره على دفاعات فريق العتبه. محمود حسين على مهله وراحته يقدم، ياخد نفسه، يلتقط انفاسه، يريح لاعبته بالشكل القانوني طبعا. ادي عيد رمضان، مصطفى عبد اللطيف، السيد ابراهيم، الوان الخطيره، السيد بيحطها لاحمد على طول السيد، ولكن اسلام محمد يرجع في التغطيه العكسيه. وادي محمود حسين بيخرج من مرماه، بيقوم بدور الليبرو، بتتلعب سريعا دومينيك، خطير، بيلف بيمر هيشوط، ولكن بيقف على كورته، بيستنى الدعم، بيستنى المسانده، بيستنى التمريره، ولكن بيرجع بسرعه. لاعيبه فريق نجوم اتحاد البحيره بيضغط فريق العتبه اسلام، ولكن اهدى فريق نجوم اتحاد البحيره، عنده هدوء، عنده رخاء في طريقه اللعب في الشوط الثاني، بيستنفذ تركيز لاعبي فريق العتبه وهو متقدم، بيمتص الحماس اللي نازل بيه لاعبي فريق العتبه في الشوط الثاني، عندهم دفعه عايزين يرجعوا في اللقاء، لكن متماسك حتى الان فريق نجوم اتحاد البحيره بعد التقدم بهدفين. على طول عيد رمضان للسيد احمد، على طول خطيره، مش ممكن يا مش ممكن. ادي الكوره بتتلعب 2-3، عيد رمضان الوان تو ما بينه وما بين السيد ابراهيم، ولكن بلال عزوز، بلال بيستنفذ عن مرماه، بيدافع عن مرماه، بينقذ مرماه من الهدف القاتل، الهدف الثالث يا ساده. 1-2، 2 لعيبه على 3 مدافعين، بيعمل الوان، حطها له التو للسيد ابراهيم، ولكن بلال عزوز كان ليها بالمرصاد، بيتصدى، مازال يستبصل عن مرماه، بيحافظ على الفرصه للاعبته انها ترجع في اللقاء. وقت التحول دايما وانت متاخر في النتيجه بيكون 70% منها هو حارس المرمى، ان انت ما تستقبلش اهداف بتكون نقطه تحول في اللقاء، ان انت على الاقل تتعادل، وليه لا تكسب. ادي محمود حسين بيلعب كوره ليه عيد رمضان، مايسترو وسط الملعب كما لقب، كما يحب ان يطلق عليه، واحد من افضل صناع اللعب داخل مركز ايتاي البنوك. عيد رمضان ابن مركز جعير لاعب نادي شبرخيت، بيرجع الكوره، حكم اللقاء عايز الكوره من مكانها. التركيز محمد نبيل، سلامات حارس المرمى حسين. خلينا نسترجع كده مع حضراتكم شوية إحصائيات عن الفرقتين، وبالأخص لفريق البلد المستضيف فريق قرية العتقة اللي شفناه الموسم الماضي، حصد 3 4 بطولات، وصل ل3 4 نهائيات. شفنا نهائي
بعد التتويج بضربات الجزاء على حساب العنيد مركز شباب شيشة الانعام، شفنا فريق القطر ايضا بعد الظفر بلقب بطولة الظهرية الرمضانية بالملعب الاولمبي، بعد ايضا الفوز بركلات الجزاء الترجيحية، ادي اللقب الثاني، وصل لنهائي دورة مركز شباب كفر العيس. اكتر من بطولة كان يشارك فيها فريق العتبة، ولكن كانت المكاسب كبيرة، كانت المكاسب كتيرة، ولكن نشتغل على ده، نحافظ على ده عشان نفضل دايما لقدام، نفضل دايما في الامام. نرجع تاني للقاء بعد التوقف لاصابة حارس المرمى محمود حسين. في تغيير على تشكيلة تقريبا العتبة، كابتن عبد الهادي عرايس بينزل احمد فهيم. شوف مين اللي خرج. محمد نبيل بيسحب مدافع وبينزل بوسط ملعب مهاجم احمد فهيم اللي شفناه في الفتره الاخيره كان بيلعب في خط الدفاع. تقريبا هيبقى في تعديل على التشكيله داخل ارضيه الملعب. خلينا نقولها لكم بعد الهجمه الاخيره حكم اللقاء بيدي الادفانتج، بيقول مفيش حاجه. السيد ابراهيم خلصها يا عيني على الاستلام ويا عيني على الحطه بوجه القدم في الضيقه في الزاويه المستحيله، الزاويه الصعبه على بلال عزوز. والهدف الثالث قلت لكم السيد ابراهيم اخطر خطير في تشكيله فريق نجوم اتحاد البحيره والغربيه. بيستلم بكل هدوء، عنده من الرزانه، عنده من المهاره، عنده من الدقه التصويبيه اللي شفنا بيها الهدف الثالث. كنت لسه بحكي لحضراتكم على التغييرات اللي عملها الكابتن عبد الهادي والتعديلات اللي هتنفذ داخل ارضيه الملعب. احمد نبيل هنشوفه بيلعب في خط الدفاع، تقريبا هيبقى اسلام محمد لوحده في خط دفاع فريق العتبة. هيهاجم باربع لعيبه الكابتن عبد الهادي عرايس، خلاص ما عندوش شيء يبكي عليه، متاخر بهدفين، 3 اهداف مقابل هدف. هنشوف ونتابع المباراه فيها ايه، المباراه مخبيه لنا ايه. اسلام محمد هيصوت هيمرر، خلينا نشوف. ادي الكوره يحيى شاكر على طول، اسلام دومينيك يقف على كورته بيستنى بيمرر ليحيى شاكر. التغييرات لكلمة السحر النهارده مش ممكن على التغييرات بتحدث الفارق. يحيى شاكر عبد الهادي عرايس، وادي التصويبه المخادعه تقريبا كده بيقول انا صح على طريقه الكابتن حسن شحاته، بيسحب اسامه محمد وبيدفع بيه يحيى شاكر، ولكن ولكن عوده وحماس قوه واندفاع من فريق القطر بعد تسجيل الهدف الثاني. هدف العوده احمد فهيم بيدافع، احمد فهيم بيقاتل، عايزين يرجعوا في اللقاء. توقيت تسجيل الهدف الثاني لفريق العتبة كان مميز، ولكن لو اتأخر دقيقتين 3 كنا ممكن نقول الوقت صعب، العودة صعبة، ولكن توقيت ممتاز، توقيت مناسب للاعبي فريق العتبة وللكابتن عبد الهادي. تسجيل هدف تقليص الفارق، الهدف الثاني هيديلهم الدفعة أكتر، هيديلهم الحماس أكتر، هيديلهم القوة الحماسية والقوة الجماهيرية اللي شايفينها من خارج أرضية الملعب. تغيير ثالث، كابتن عبد الهادي شايف إن التغييرات بتلقي بنتائجها، التغييرات بتحدث الفارق. ظهور إسلام عماد ونزول أسامة محمد من جديد. هنشوف اسلام دومينيك اسامه ليحيى شاكر، هدف تقليص الفارق. الهدف الثاني يا يحيى لعيب مهاري، لعيب عنده شخصيه، لعيب قوي، لعيب تعتمد عليه. شفناه في الهدف الثاني عدى ومر صوب وشاط، ولكن الكوره خدمته، اي نعم خدمته، ولكن كللت مجهوده الفردي اللي عمله يحيى شاكر في المرور. تسجيل الهدف الثاني وعوده فريق بلده وعوده فريقه للمباراه بعد تسجيل الهدف الثاني في التوقيت المناسب. بلال عزوز بيلعب كرة سريعة عند أسامة محمد، بيستلم بيغير الملعب هناك عند اسلام دومينيك، ولكن الكرة بتخادع اسلام. السيد ابراهيم كان اخطر خطير النهارده، السيد ابراهيم لاعب نادي طنطا الرياضي ولاعب فريق نجوم اتحاد
البحيره والغربيه عامل ازعاج كبير في دفاعات فريق العتق النهارده. السيد ابراهيم صاحب الهدف الثاني والثالث من تصويبتين قويتين ما يتسألش عنهم النهارده. بلال عزوز ادي كوره للسيد احمد، احمد بيمر، احمد بيعدي، احمد بيصوب، وقرار حكم اللقاء ايه؟ الكوره انذار وركله حره وكارت احمر. كان انت قاسيه يا كره القدم نبيل محمد. والكارت الاحمر لمين؟ ليه؟ اسلام محمد تقريبا على التدخل الاخير على لاعب نجوم اتحاد البحيره والغربيه ونبيل محمد. بلغه كره القدم كده بيقسو على ابناء بلدي. هي الكوره كده ما فيهاش انا وانت، ما فيهاش بلدي وبلدك. العداله التحكيميه واضحه النهارده من اول يوم ومن اول لقاء. بيلعب معانا درس ان كل واحد هياخد حقه. النهارده حكم اللقاء وصل رساله انت جاي تاخد حقك، انت ما حدش هيطلع من هنا زعلان، ما حدش هيطلع من هنا الا وهو واخد حقه 100%. سلامات ليه احمد السيد. ركله حره مباشره لصالح فريق نجوم اتحاد البحيره. يا سيد يا سيد يا سيد، والاحتفال على طريقه امام عاشور. الهاتريك النهارده للسيد ابراهيم عاشور. عاشور السيد ابراهيم الهاتريك النهارده، والهدف الرابع لصالح فريق نجوم اتحاد البحيره والغربيه على طريقه امام عاشور. يا بابو خد اللقطه وخد الصوره. احتفال السيد ابراهيم لاعب نادي طنطا ولاعب فريق نجوم اتحاد البحيره والغربيه. والهدف الرابع بعد طرد لاعب فريق العتبه اسلام محمد. المباراه اتصعبت شويتين، المباراه اتصعبت على الكابتن عبد الهادي عرايس ولاعبته، ولكن زي ما قلت لحضراتكم وده 4 دقائق كوقت بديل عن الضايع باشاره حكم اللقاء الكابتن نبيل محمد، اللي من وجهه نظري ادى مباراه تحكيميه على اكمل وجه، ادى درس تحكيمي، ادى عداله تحكيميه النهارده. كل واحد واخد حقه. مستقبل حكم قادم يا كابتن نبيل. من رايي الشخصي انت تعتزل النهارده وتبدا تحكيم عنده من الشخصيه، عنده من الرزانه، عنده من الهدوء اللي بيخلي اللاعب يتقبل القرار. نرجع تاني عيد رمضان. ليه مصطفى عبد اللطيف السيد عريس النهارده. قلت لكم الاخطر خطير منذ انطلاقه المباراه، وصدق على كلامي السيد ابراهيم تسجيل هدف النهارده 3 اهداف. السيد ابراهيم هدف لاحمد ليه لاعب المصاب احمد السيد اللي بنتمنى له السلامه، وطبعا نزل مكانه في تشكيل فريق نجوم اتحاد البحيره والغربيه نجم نادي شبرخيت ولاعب نادي شبرخيت ابن مركز شباب اوريل الكابتن محمد النجم. على طول دومينيك بيتمرر وبيحط كوره والكورت الثالث الهدف الثالث عن طريق اسلام دومينيك. خلاص قلت لكم ممكن تكون حاله الضرب نقطه تحول لصالح لاعبي فريق العتبه، والفارق اصبح هدف لصالح فريق العتبه. 4 اهداف نجوم اتحاد البحيره والغربيه 3 العتبه. الفرق 1 منقوص العدد. السوبر ولا ايه؟ السوبر ولا ايه؟ يا عم انا بنادي عليك بنادي عليك. السيد ابراهيم السوبر السيد ابراهيم السوبر الهدف الخامس يا ساده عن طريق اخطر خطير. السيد ابراهيم لاعب نادي طنطا ولاعب فريق اتحاد البحيره والغربيه. 4 اهداف سوبر هاتريك للسيد ابراهيم، والهدف الخامس لصالح فريقه. 5 اهداف مقابل 3. السادس ولا ايه؟ هتقصي ولا ايه؟ لعب رمضان يا سيد ابراهيم متعه كرويه فنيه قدمتها لنا النهارده لاعبي فريق نجوم اتحاد البحيره.